السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. شايفين العظمة دي؟ انسوا بقى ان انتوا تسلقوا البطاطس او تحمروها بالطريقة العادية. النهاردة هعمل معاكم طبق من البطاطس، عظمة بجد، حاجة كده اختراع بجد. اوعوا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا عشان اقول لكم المقادير. اول حاجة كده معايا طاسة حطيت فيها زيت وشوحت كده نص معلقة من الثوم المفروم. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، بجد الطبق ده اختراع. زي ما انتم شايفين كده، اول ما التومة بدأت لونها يبقى ذهبي نزلت عليها ببصل شرايح وفلفل اخضر شرايح، ولو بتحبوا الشطة تقدروا تضيفوا شطة. وهبدأ بقى اقلب كده البصل والفلفل مع التوم لحد ما دبلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وحطيت عليهم طماطم متقطعة شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهنا دي كده معايا بطاطس متقطعة صوابع بالشكل ده، هبدأ اضيف عليها نشا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان هحمرها. غلفت كده البطاطس بالنشا وهبدأ احمر البطاطس. وزي ما انتوا شايفين هنا كده الطماطم والبصل والفلفل اتشوحوا. هبدأ بقى اضيف معلقة كده كبيرة من الكاتشب الحار او اي صوص حار عندكم تحبوه. لو عايزين تستغنوا عنه حطوا بداله معلقة كبيرة من الخل. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الكاتشب الحار. هبدأ بقى اضيف كمان خل ابيض كده، بيدي طعم جميل جدا وبيفرق. حطيت كده معلقتين من الخل. وزي ما قلت لكم، لو تستغنوا عن خطوة الكاتشب الحار او الصوص الحار تقدروا تحطوا بداله معلقة خل، يعني تحطوا 3 معالق من الخل. حطيت كده ملح وبابريكا او فلفل احمر يعني، وفلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. وكمان هضيف توم باودر. هبدأ بقى اقلب المكونات كلها مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ده احلى طبق بطاطس هتاكلوه في حياتكم. جربوه ومش هتندموا. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوه هتنسوا بقى طريقة البطاطس العادية. حطيت كده نص كوباية من المية عشان نعمل صوص كده تحفة. وكمان هضيف معلقتين كبار من الكاتشب اللي هو البارد مش الحار بقى المرة دي. قلبت كده المكونات كلها مع بعضيها، وكده هبدأ اضيف البطاطس اللي احنا حمرناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقلب المكونات كلها مع بعضيها. البطاطس انا حمرتها زي ما انتوا شفتوا بنشا بس، تحمير بطاطس عادي. وقلبت كده المكونات كلها وهسيبها تغلي غلوتين، وهقدمها معاكم احلى طبق بطاطس هتاكلوه في حياتكم بجد. شايفين اصلا شكله خطير ازاي، وكمان طعمه مختلف جدا فوق الرائع. اكادوا من فرط الجمال واذوبه. انا من عشاق البطاطس اصلا، وعلى ما اعتقد مفيش حد ما بيحبش البطاطس فينا. ابدا بقى اقدم معاكم البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال؟ بجد خطيرة وشكلها تحفة وطعمها وريحتها احلى بكتير. متأكدة ان انتوا لو جربتوه هتحبوه. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. شايفين العظمة؟ تحفة بجد. شايفين؟ يا عالجمال. حقيقي بجد لو بتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم، واتمنى ان تكون الطريقة عجبتكم وبجد تجربوها. مع السلامة.